السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم يا اخواتي. نبدا كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده نتكلم في الموضوع اللي شاغل الناس كلها واللي الموضوع مش هيخلص ولا ايه مش عارف والله بالصحاب. الهلال السوداني وكل يوم تصريح جديد وكل يوم بيان جديد، والنهارده بيطلع لنا بيان بيقول انه قدم شكوى للكاف، وبناء على قرارات الكاف او القوانين اللي بتنص على ان الموضوع اللي حصل مع لعيبه الهلال السوداني في القاهره ومن لاعبي الاهلي او جمهور الاهلي، فعلى ذلك ينص قانون الكاف على استبعاد الاهلي من المشاركه في دوري ابطال افريقيا وتاهل الهلال السوداني بدلا من الاهلي. تخيلوا الصحاب ان دلوقتي احنا لعبنا وكسبناهم 3-0 وفي الاخر يجي الكاف يخلوهم يصعدوا لدور الثمانيه بدل الاهلي. وكمان في حاجه بالصحاب، القانون الثاني بيقول لك استبعاد الاهلي من افريقيا 5 سنوات. تخيل 5 سنين الاهلي هيطلع يقعد في البيت يستنى الكاف لحد ما ربنا يحن عليه ويعدوا 5 سنين عشان يشارك في دوري ابطال افريقيا. وكمان خد الكبيره بالصحاب، تغريم الاهلي 500,000 دولار. كل ده عشان ايه؟ كل ده بسبب السلوك اللي عملوه لعيبه الاهلي. يا ابو الصحاب احنا صورنا صوت وصوره والله وباين كل حاجه، لعيبه الهلال السوداني هي اللي اتعدت على الاهلي وجماهيره. لا مفيش كده يا ابو الصحاب، ده احنا نطلع بفيديو مفبرك ونطلع الكاف التصريحات ونقول له البيان والشكوى بتاعتنا. لكن كل ده بسبب ايه؟ كل ده بسبب صفحات الهلال السوداني او جماهير الهلال السوداني اللي اداره الهلال بتضحك عليهم وما زالت بتضحك عليهم. صدقني يا جمهور الهلال يا اللي صعبان عليا، اقسم بالله الناس دي بتضحك عليك، مفهماك ان الموضوع لسه ما خلصش، لكن هو خلص الحقيقه. الموضوع خلاص انتهى يا جماعه من بعد الهزيمه ب 3-0 من الاهلي في استاد القاهره. خلاص الاهلي اللي ربع النهائي وخلاص انتوا بره البطوله. محدش يضحك عليكم ويقول لك ان احنا نتاهل على حساب الاهلي وان الاهلي هيستبعد وان الاهلي هيتغرم. اخر الموضوع لو الكاف اتحرك في الموضوع ده وطلع غرامه على الاهلي هتكون غرامه ماليه مش هتتعدى ال 10,000 دولار بالصحاب. فكك من الناس اللي عماله تقول لك الكلام ده عشان ما حدش بس من اخواتي الهلاليه اللي كل شويه داخلين عندي في الفيديوهات يقولوا انتوا بتكذبوا، انتوا مش عارفين ايه ومستنيينكم في ام درمان وان شاء الله هتكونوا السودان تاني وهنعمل معاكم اكتر من اللي عملتوه. كل دي تهديدات صريحه مش هتكلم عليها، بس عايز اقول لك يا الصحاب ان انتوا اقسم بالله اكرام الضيف بالنسبه لكم لا يعني شيء، لكن احنا اكرام الضيف واكرمناكم واستقبلناكم بافضل استقبال، وفي الاخر برضه بنتهان منكم ورغم كده ما عملناش حاجه، لكن انتوا اللي بتعملوا. لكن احب اقول لك يا صديقي ان الكاف مش هيعيرك اي انتباه والموضوع خلص خلاص. تاني حاجه يا جماعه عايز اتكلم فيها وهي رئيس نادي الزمالك، وهي جمال رئيس نادي الزمالك ونادي الزمالك وجماهيره اللي طلعت جماهيره قبل مباراه الهلال والاهلي يا جماعه كان بتدعم الهلال السوداني. لا ويجي رئيس نادي الزمالك كمان النهارده ويستقبل رئيس الهلال السوداني في نادي الزمالك ويديله درع كمان. يا جماعه ايه الحلاوه دي؟ نادي الوطنيه والكرامه. بعد ما طلع رئيس الهلال السوداني وقال ان احنا بيننا وبين الاهلي دلوقتي عداوه وخلاص ما فيش حاجه اسمها الاهلي او مصر والسودان واحده، دلوقتي ما فيش بيننا اي حاجه بيني وبين الاهلي غير العداوه، يطلع رئيس الزمالك ويستقبله بالاحضان والبوس وتعالى يا حبيبي. وجماهير الزمالك عماله تزيد ومعلش يا سيدي البلد وان شاء الله تتعوض، ان شاء الله الكاف هينصركم ومعلش احنا بنشجع الهلال السوداني وتطلع بوسترات كبيره وتشجيع للهلال السوداني. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان برضه الهلال السوداني. يا جدعان نادي الوطنيه والكرامه قلنا فين الوطنيه؟ طب فين الكرامه؟ مفيش اي حاجه. يعني يطلع رئيس النادي يقول لك ان الاهلي المصري عدوك وانت تطلع تقول لا ده حبيب الهلال. يا راجل خلي فيه بقى شويه من الاحمر. في الاخير يا صديقي ده كان فيديو على السريع، ما تنساش اللايك والكومنت. اشوفك على خير وما تنساش طبعا الاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.